بلوزة في منتهى البساطة، بلوزة بمتر وربع قماش. هنعمل حاجة موديل في منتهى الشياكة، مفيهوش أي حاجة غير الكرانيش عندنا في الكم وفي الصدر، وهتدينا موديل ظريف. أهلا بيكم في قناة دودي فاشون أو دودي مريف. شرفتوني النهاردة، وهنعمل البلوزة مع بعض. هنطبق القماش ونشوف هنعمل ايه. بمتر وربع قماش هنعمل حاجة آخر عظمة. نطبق القماش ونرجع لبعض بسرعة. كده طبقنا القماش. هشتغل على عرض، انا عندي دوران الهنش 102، هقول 110 عشان اخد مقاسات الخياطة. وكل ده هنا كده كبير شوية. طبعا انا هعمل فردة فردة، يعني الامامي غير الخلفي، علشان القماش كنز مش هيقضي معايا الامامي والخلفي مع بعض. هنبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نعمل كده، ناخد مقاسات الامامي وبعد كده نقص الخلفي عليه. انا عندي هنا دوران الرقبة عندي فيها كورنيش، هبتدي اعمل 8 في 8 المعتادة بتاعتي اهي، وهاخد الدوران وهركب الكورنيش على الدوران ده اهو. هركب الكورنيش على الدوران ده. تمام. الكتف عندي 19 سنتي كده، بنزل 2 سنتي النزول بتاع الكتف، والباط عندي 22 سنتي اهو. بلوزة في منتهى السهولة اهو. تمام كده. طبعا القماشات الصيفي والحاجات القطان دي بتبقى جميلة في الحر وفي الصيف. كده دوران الصدر عندي 102، يعني الربع بتاعها 25 ونص. هشتغل على 27 سنتي. لو انا عايزة اعمل سماح شوية في البلوزة تبقى فيها حركة كده. البطن عندي 90، الربع بتاعها هنشتغل كله على 26 سنتي تقريبا كده اهو. والهنش عندي 108 كده، هشتغل على 27 سنتي او 28 حسب ما انت عايزة، عشان السماح بتاعك يبقى البلوزة فيها حرية شوية وحركة. طول البلوزة عندي 67 سنتي كده اهو. كده كده البلوزة اترسمت بمنتهى البساطة. هبتدي افرغ ده وبعد كده نرجع لبعض بسرعة. كده قصينا الامامي وهبتدي اطبق القماش علشان عايزة فتحة من الظهر، يبقى الخياطة بتاعت الظهر معايا. طبق القماش ونرجع لبعض بسرعة. كده طبقنا القماش علشان خاطر البرسل هخليه الخياطة الخلفية. هبتدي احط البلوزة بتاعتي كده. اخلي بالي انا عايزة الناحية اللي هي متطبقة اللي هي الامامية دي هي اللي هتبقى مع الخلفية ورا اهو كده. بعمل دي على دي الاتنين قد بعض، بس بخلي بالي انا بسيب الاتنين سنتي دي علشان خاطر الفتحة بتاعت الظهر من ورا كده. كده وابتدي افرغ البلوزة بتاعتي. قصينا البلوزة بتاعتنا كده. عايزين ايه كمان؟ عايزين الكورنيش بتاع الرقبة وعايزين كورنيش الكم. طبق القماش ونرجع لبعض بسرعة. كده طبقنا القماش. هبتدي اخد، انا عايزة الكورنيش مجوز 2 عشان يبقى ماسك نفسه شوية. ادي كده اول مقاس للكورنيش عندي كده. وهاخد قده مرة تاني.
كده عملنا الكورنيش بتاع الكم وكورنيش الرقبة احنا وشغالين هنعمله كده نفس الطريقة الشريط، وهيبتدي يتكشكش معانا على الرقبة عندنا. احنا وشغالين هنقص الشريط ده كده هساوي كل ده اهو. كده عملنا البلوزة بتاعتنا. كده هنجمع كل اللي احنا اشتغلناه مع بعض ونقعد على المكنة ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. كده حبايبي قعدنا على المكنة. اول حاجة هنعملها هبتدي اجمع الكرنيش بتاعتي اللي انا هشتغل بيها علشان اشتغل على طول. اول حاجة عندي انا بعمل الكورنيش بتاع الرقبة كده. هاخد الكورنيش خياطة بالمكنة كده، هاتني الاول طرفه هعدل علشان الجزء ده هيبقى عندي هو اللي في الظهر، بس الكورنيش هيبقى نص بس. انا بزود المساحة علشان خاطر تبتدي تساعدني في الخياطة اهو كده. واللي عملناه ده هنعمل زيه في الكم بالظبط. هنا بالكشكشة دي هتركب، ده هيركب الرقبة عندي، والدوران ده هيتاخد مع دوران الرقبة اوفر، وبعد كده هيترد بالمكنة على البلوزة نفسها. تمام. لو انا مش عايزة اركب شريط ويبقى الحكاية تبقى صعبة، نفس اللي عملته هنا هعمله هنا في الكورنيشين بتوع الكم كده. هقفل والتاني كمان بنفس الطريقة اهو. وابتدي اقسم كده. كده عملنا الكورنيشين للكمين. هنبتدي نجمع البلوزة بتاعتنا بمنتهى البساطة. اول حاجة هعملها هقفل الظهر عندي كده. احنا هنسيب جزء عندنا عشان خاطر يبقى فيه فتحة في الرقبة من ورا تسمح بدخول الراس كده وتساعدك في اللبس كده. هقفل هنا كده. قفلنا البلوزة بتاعتنا. هاجي هنا واقفل الجزء ده كده سراجة عشان بس يساعدني في التركيب مش اكتر. هاخده كده سراجة بالابرة علشان خاطر اهو.
وهاجي ادي هجيب الامامي والخلفي وابتدي اقفلهم مع بعض. الكتف التاني طبعا القماش عشان خفيف بيتزحلق كده. ادي الرقبة عندي اتعملت. هبتدي اجيب الكورنيش الاولاني كده وهبتدي اركب ده على، نفتح حبة هنا اللي احنا قفلنا، عرفنا ليه قفلنا بالابرة هنا عشان خاطر الجزء ده اهو كده. وهبتدي اخد كده بالابرة الجزء اللي انا عملته كده، وهبتدي الكشكشة بتاعتي مع ده اهو. لما هيتعمل هنا اوفر هتني الجزء ده بالمكنة. بعد كده هبتدي اخد ده سراجة بالابرة خطوة خطوة مع بعض كده هنعملها اهو كده. تمام. وهبتدي اخد خطوة خطوة كشكشة مع دوران الرقبة عندي اهو. عايزة تعملي كسرات ماشي، عايزة تعملي كشكشة ماشي، المناسب ليكي او اللي انت حباه اعمليه. هنا هنعمل كشكشة كده على الطاير اهو. كل مسافة بتسيبيها بتدي كشكشة للكورنيش عندي. تمام. هنعمل ده كله داير على الرقبة ونرجع لبعض بسرعة. وكده هبتدي اخد الكورنيش بتاعي على المكنة. انا عملناه اهو كده، وادي شكل الكورنيش اهو. هنبتدي نكمل. احنا عملنا الكشكشة بالابرة اهو كده، وابتدي خطوة خطوة على المكنة. ادي الكورنيش بتاعي اتعمل بمنتهى البساطة اهو. هعمل ايه؟ هاجي هنا طبعا ده هيتاخد اوفر على نضيف، وبعد كده هرده خياطة بسيطة خالص، شيمة بسيطة كده على اللي امسك بيها الكورنيش مع البلوزة نفسها. تمام. ادي كده انا عملت الكورنيش بتاع الرقبة. هبتدي اقفل البلوزة بتاعتي، وبعد كده هركب الكورنيش بتاع الكم او اركب الكم اللي هو على شكل كورنيش اهو. هقفل البلوزة كده. ادي البلوزة ادي البلوزة بتاعتنا كده. طبعا لما بيترد الكورنيش ده بيثبت، بيبقى بالشكل ده اهو كده.
تمام. هبتدي اركب الكم عندي بنفس الطريقة. خلاص الدنيا سهلت معايا خالص. ابتدي اجيب النص بتاع الكورنيش عندي على الجزء اللي من تحت اهو هنا، وامسك بدبوس. تمام. والنص التاني، النص التاني هو اللي هيبقى عندي على الكتف اهو، اكمني بركب كم عادي جدا. ادي الكورنيش الاولاني بتاعنا. هنركب التاني بنفس الطريقة كده، بنفس الطريقة بتاعت الكم الاولاني. كده عملنا الكم التاني بنفس الطريقة. هذه البلوزة بتاعتنا اتعملت بمنتهى البساطة، طريقة جميلة جدا. يا رب تكون الفكرة بسيطة وسهلة على حضرتك، واتمنى لايك وشير على الفيديو، وشكرا لكل حد انتسب للقناة، واتمنى تكون القناة دايما عنده حسن ظنك. عندنا حاجات كتيرة جديدة في القناة بإذن الله، وهتكون موديلات كلها بسيطة ممكن تتعمل في ربع ساعة بس، زي الموديل بتاعنا النهاردة بمنتهى البساطة احنا عملناه. أتمنى تكون الفكرة سهلة ونفذيها فورا، متر وربع وماشي وتعملي بلوزة في منتهى الشياكة. ادي فكرتنا النهاردة، بلوزة الصدر عادي، صك عادي، وكمين كورنيش، وادي الرقبة فيها كورنيش من فوق بمنتهى البساطة. موديل سهل وبسيط. اتمنى تكون فكرة بسيطة وسهلة، ومن فضلك نفذيها، ولو في اي سؤال اكتبيلي في كومنت وانا هرد على حضرتك فورا. شكرا لحضراتكم ونورتوني.